يعني احنا قلنا كده حوالي قد ايه؟ كام نقطة؟ حد عارف احنا كده اتكلمنا على الاربع ايام على كام نقطة؟ تقريبا 14. وفي النص اتكلمنا على حاجات تانية يعني احنا اتكلمنا في اول يوم عن 5، وبعدين 2 بقوا 7، وبعدين امبارح كان 4 بقوا 11، والنهارده 2 اهو. النهارده 2 ولا 3 اتكلمنا في ايه؟ تقريبا نقطتين. ف حوالي 13 او 14 نقطة. في النص اتكلمنا على التسامح برضو، كان في وسط الكلام. وحابة ان انا اعمل لكم بقى يعني محاضرة تانية عن التسامح، عشان برضو هي نقطة فارقة، نقطة تحول. بس خلينا نعملها كده في يوم لوحدها، عشان الناس فعلا اللي مش قادرة تتجاوز تبقى عندها وعي كده. التسامح ده لمصلحة مين في الأول وفي الآخر؟ آه إن هو نقطة كده الشيطان بيستغلها عشان يخليكي دايما كده في نار 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 قايدة. هو ده من مصلحته ده. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولا عايزك تشكري، ولا عايزك تحمدي، ولا عايزك تسامحي، ولا عايزك في عفو، ولا عايزك في أي حاجة من اللي احنا بنتكلم عليها دي. ولا عايزك في عطاء، ولا عايزك في اي حاجه. عشان كده طول الوقت كل ما هتيجي تجربي تعملي حاجه من دي هيروح هوب طلع لك مخاوف، هوب طلع لك تعلق، هوب يطلع لك امور بقى تخليكي ترجعي لورا تاني. تردد، شك في ثقتك في نفسك، يبتدي ان هو يشكك في ثقتك في نفسك، ايمانك بالله، حاجات كتير قوي، ايمانك بذاتك. فاعرفوا بقى ان انتوا اي حاجه من اللي اتكلمنا فيها دي كده على التراك بتاع الصراط المستقيم. واعرفوا ان في حد قاعد لك، وربنا قايل لنا يا جماعه، احنا مش بننبهر يعني. وده انها واخده ان لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ما بنقعدش نتدبر كده ونبقى بقى فاهمين وعاملين ريفليكشن للايه ديت في حياتنا. فعشان كده بننغمس ورا المخاوف. انما لما انا بقى قاعده منتبهه، انا دلوقتي هعمل امتنان وهخليه لايف ستايل في حياتي. خلاص حطيت النيه ظبطتها، تمام. هبدا ان انا امارس اهو، وهبدا ان انا آه، اخد خطوات اهو عمليه فعليه. وانا التارجت بتاعي ان الامتنان ده يكون حاجه متبرمجه في الدي ان اي بتاعي بقى، مش في اللاوعي، في الدي ان اي بتاعي خلاص، وتتوارثه الاجيال كمان اللي جايه. يبقى شيء اوتوماتيك وفي الديفولت بتاعه لكل الذريه بتاعتي اللي جايه. خلاص. فكرك بقى ان انت لما تقابلي مخاوف ولا تقابلي حاجه، تسيبي بقى ان انت فاهمه بوعي ان في شيطان قاعد لك على الصراط المستقيم ومستني لك بقى حاجه تعمليها شبه دي كده بالنسبه له انت كده بتموتيه، بتحرقيه، ان هو عدو لينا يعني. فربنا قال لنا ايه؟ فاتخذوه عدو. خلاص. ده امر اصلا. يبقى انت لما هو يتصدر لك مخاوف، يبقى دورك بقى اتعامل ازاي مع المخاوف دي. مش دوري ان انا خايف وابطل، وان انا انغمس بقى في دور لا صحيح ده مش عارفه ايه، وان هو لما ينسيني انسى. لا، حطي منبه. لا، حطي في نوتة، امسكي النوتة دي كل يوم اقريها. لا، علقي كلمة، لوحة مثلا فيها كلمة الشكر لله عشان تفكرك. اقعدي اسمعي المحاضرة دي تاني، حطي كده قولي لها كل اسبوع، كل شهر يا ستي هقعد اسمع الحتة بتاعت الامتنان دي تاني، وانا هسيب لكم كل الحاجات موجودة. وذكري نفسك. مش تروحي بقى ورا الحاجات. اما تحطي هدف في حياتك مثلا، عايزة خلاص هروح هعمل عطاء، يطلع لك بقول لك لا ده انت كده الحاجات اللي عندك دي هتخلص. ده تقولي لا لا صحيح خلاص مش مهم المرة. لا، انت تبقي في وعي كده. اول ما انت تدخلي طبيعي هتدخلي الحاله دي، وطبيعي هو هيوسوس لك، وطبيعي هو هيصدر لك الامور دي. مطلوب منك تبقي في الوعي بتاع هو دلوقتي لاقعدن لهم صراطك المستقيم. انا ماشيه على صراط مستقيم اهو، وقاعدني. فاتخذوه عدوا. ربنا بيقول لي فاتخذوه عدوا. هو عدو مش عايزني ان انا اوصل للموضوع ده واتجاوز كل ده. وعمال يشتتني ويعملني ويلهيني ويخوفني ويحزنني ويطلع لي مواقف ويطلع لي مش عارفه ايه ومجليات. ابقى انا بقى في وعي كده ان الحاجات دي جايه كده زي كانك في جيم بتلعبي، وطالع لك الحاجات بقى اللي بتخبط فيكي، والقنبله اللي بتترمي عليكي، ومش عارفه ايه اللي بيقع عليكي والحاجات دي. فانت ايه بقى؟ ما بتقوليش خلاص مش لعبه، او بتقولي لا خلاص هرجع من الاول. لا، بتقعدي ايه مره في مره في مره تحاولي ان انت تتفادي الحاجات دي عشان تدخلي في الليفل اللي يلعب نفس القصه. احنا بقى انا وهو بقى احنا بنلعب سوا. انت جاي تلعبني انا هلعبك. ربنا موضح وقايل، قال عشان بعد كده ما تجوش تقولوا انا ما كناش عارفين. لا، هو قايل وعارف ومعرفنا.
ان هو عدو لينا، فاكيد العدو مش هيسيبك تعملي انتصارات وامجاد واشياء جميله وترتقي وتبقي حد واو، نو، مش هيديك الفرص دي. هيبتدي ان هو ايه، دوري ابقى واعيه بقى ان الحاجه اللي تظهر دي ازاي اتغلب عليها، وازاي ان انا اتجاوزها، وازاي ان انا اتعامل معاها، مش انغمس فيها وامشي في التراك بتاعها. خلاص، هنقع وهنمشي وراه كتير، مفيش مشكله خالص. ما اقعدش بقى اقول ده انا مش عارف ايه، لا عادي خلاص، المره الجايه هنتبه، المره الجايه هاخد بالي، المره الجايه هعدل، المره الجايه نبقى لطفاء ورحماء بنفسنا، نستعين بالله وبقدره الله، ونقول لا حول ولا قوه الا بالله. انا ما اقدرش ان انا اتجاوز ده اصلا غير بحول الله وقوه. انا مش عارفه اتعامل مع ده اصلا مني، انا كان الانسان ضعيف ظلوما جهولا. انما بالله بقى اقدر اعمل كل ده، بالاستعانه بالله، بان انا استحضر قدره الله وقوه الله وحمد الله، فاقدر اتجاوز اي شيء. خلاص متفقين؟ فحابه بقى ان انا ان شاء الله بعد الاربع، احنا ان شاء الله باذن الله لما نطبق نعمل ايه بقى، يبقى في نتائج، نكتب بقى النتائج دي بقى ونبشر بعض ونقوي بعض، ونحط كده حاجات. يعني أنا ممكن كل فترة كده ابتدي ان انا اسالكم عملتوا ايه في كذا، عملتوا في كذا، يعني نرد يا جماعة ونقول اللي عنده مشكلة، اللي عنده سؤال يسأل وانا هرد عليه. نحفز، حطوا نية كده ان ده من العطاء برضه، ان انت، وده من باب الشكر لله، ان انت لما تشوفي حاجة حدث حلو في حياتك، او يعني نتيجة جميلة في حياتك، نتيجة التطبيق اللي انت طبقتيه، ونتيجة الفهم والإدراك اللي انت وصلتي له، نشاركها من باب العطاء، من باب الشكر، من باب الإفادة، من باب النفع. هيرتد ليكي كل ده تاني في وعي أعلى، وفي حاجات أجمل، وفي واقع أفضل. فخلينا كده نبقى إيه، تيم كده حلو، ونبقى جروب كده جميل، ونساهم لبعض، ونشجع بعض ونحفز بعض. واللي عنده سؤال أنا هجاوبكم، واللي يقدر يجاوب يجاوب، ونخلينا كده إسهام لبعض. ف إيه، احنا اكيد على تواصل مع بعض، وعندنا الجروب بتاعنا، وفي حاجات كتير ان شاء الله أنا يعني هنعملها باستمرار الايام اللي جايه، وهعلن عنها ان شاء الله. عندي نوايا كتير حلوه، وعندي حاجات كتير حابه ان انا اتكلم معاكم فيها. فخلينا بقى اكيد ان تاتش مع بعض، ويعني وحابه ان انا اعرف رايكم برضو في الكلام اللي قلناه، ورايكم اكتر نقطه لمستكم ايه. فخليني هحط بوست النهارده كده على الانستجرام او الفيسبوك، اي حد حابب انه يحط رايه في الكورس، ان هو استفاد ايه، ان هو آه رايه ايه في الكلام اللي اتقال، ايه اكتر نقطه لمسته، ايه اكتر حاجه مثلا فرقت معاه فعلا، ايه اكتر نقطه تحول حاسه ان هي هتفرق معاه، تقييمه عموما للكلام اللي اتقال، للماده اللي احنا يعني شاركنا مع بعض فيها. أكون شاكرة ليكم جدا، لأن الموضوع فعلا يعني من باب عطاء والله. يعني إن ممكن أي حد يقرأ الكومنتات بتاعتكم وبعد كده لما نعلن عن أي حاجة، يعني يحب يشارك معانا لما يشوف نتائج، أو إن أنتوا فعلا حبيتوا الكلام والمناقشة اللي احنا اتناقشناها على مدار الأربع أيام، والاستفادة اللي أنتوا استفدتوها. يعني ممكن هو يبتدي إن هو يشترك معانا في أمور تانية وينتفع، ويعني ونكبر العيلة بتاعتنا، ونكبر الدايرة بتاعتنا، والنفع يعني يعم الجميع إن شاء الله. فبشكركم جدا 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 إن أنتوا أتحتوا لي الفرصة إن أنا أشارك معاكم الأشياء الجميلة الرائعة دي، وده تذكير ليا في المقام الأول، و... وليكم، وأنا موجودة معاكم في أي وقت اللي حابب يسأل على حاجة. ولحد يعني إن شاء الله أيام كتير حلوة جاية إن شاء الله، وسنين كتير جاية، أنا إن شاء الله في استمرارية إن أنا أقدم حاجات تفيد الناس زي أنا ما استفدت منها وزي ما طبقتها في حياتي. أشارك الكلام دوت كله، و- وهنبقى على تواصل مع بعض بإذن الله إن شاء الله. فبشكركم جدا جدا جدا. ولو في أي سؤال بقى يعني أستأذنكم إن أنا هبقى أرد عليه في كويسات بقى، أو في لقاء جاي إن شاء الله. هسجل الأسئلة بتاعتكم عندي وهرد عليكم إن شاء الله، يا إما في كويسات، يا إما في أقرب لقاء هنرتب له بإذن الله. تمام. قولوا لي أكتر حاجة نفسكم إن أنتوا
يعني يعني سبحان الله لسه جاي لي دلوقتي برضو، لو انتوا حابين ان احنا نعمل حاجة عملي مع بعض، قولوا لي ايه اكتر حاجة ممكن ان احنا نبدأ بيها، بس من الحاجات اللي قلناها دي كلها ان احنا نطبقها عملي لفترة معينة كده، بحيث ان احنا نحط رجلينا على التراك مع بعضينا. ايه اكتر نقطة عند كل حد، او ممكن انا انزل لكم كذا موضوع انتوا تعملوا تصويت مثلا. ماشي. فخلينا ان احنا دي برضو حاجة هي مساهمة جديدة، وعشان نطبق بقى الحاجات دي. فبليز برضو يعني هطلب منكم تاني، لو انا هنزل بوست هحط لكم اللينك، واللي حابب ان هو يدخل يعلق برضو، يعني فضلا يعني، فضلا منكم، مش ان انا بطلب حاجة قصاد اي حاجة والله. اللي حابب يعمل ده عن طيب خاطر كده، وعن فعلا حاجة هو حاسسها وحاببها، انا اكون شاكرة وممتنة ليه جدا 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 جدا، لان هتبقى من باب عطاء منه، من باب ان هو نفع لغيره، ان هو لما يشوف اراء الناس السابقين في ان اخدوا مثلا كورس زي كده واستفادوا، ان هو يبقى متحمس ان هو يجوين بقى معانا ان شاء الله الاشياء الجميله اللي احنا هنعملها فيما بعد باذن الله. بشكركم جدا، وتصبحوا على الف 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 خير. شكرا. بوسات كتير.